أثبت بأن العائلة العلوية هذه لا علاقة لها بآل البيت، بناء على مراجع شفناها في البحث نتاعك مشكورا عليه، ولكن نريد أن نسمع منك الآن المزيد على هذا الموضوع. هو الأسر التي ادعت الشرف في المروك عموما، ولا حتى في المنطقة الشمال الإفريقية كامل، كثيرة، وكاين فيها الشريف وكاين غير شريف، وذكره حتى ابن خلدون قبلي. ابن خلدون قال راهي كاين حملة كبيرة من بعض الأسر الشمال الإفريقية تدعي النسب نكرانا وبطلانا يعني، وهذه ظاهرة زادت لأنه ادعاء النسب يعطيك شرف اجتماعي، وخاصة اللي يحب يخدم البوليتيك، يعني اللي يحب يقود جماعة لازم يدعي النسب. في هذيك الفترة تاع خلينا نقولوا احنا من بنو زيري بنو حماد حتى الدولة ربما حتى الأمير عبد القادر 1900 به تراجعت هذيك الفكرة تاع أنه النسب يزيد. بكري كانوا الناس يؤمنوا فعلا ب خلينا نقولوا احنا ضرورة أنه يقود من هو من النسب الشريف. هذيك كأنه في عقلية الناس أولى، في حين أنه ماهوش ضروري، لا شرفا ولا شرعا ولا فقها أنه الشرف في النسب يزيد، بل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أكد القرآن أنه ما يفيد، وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في الأسرة العلوية تحديدا أنا تسألت كتساؤل فضولي ينوي البحث، راح نلقى الأدلة ولا راح نلقى الإثباتات اللي متعلقة بأصله. أكيد راهو بين يديه أدوات كبيرة لنشر البحوث، وعنده مكتبات وأموال وعنده مؤرخين وعلماء وعنده وثائق باباه وجده وجد جده. دونك من أولوياته ومن مصلحته أنه ما يخليش هذا الموضوع في الشك وفي الشبهة، يجب أن يطرح كل ما عنده كملك وارث الملك. وخاصة الحسن الثاني كان أحوج من محمد السادس في نشر إثباتات الشرف، لأنه الحسن الثاني تعرف أنه حكم في فترة وين كان المغرب مهتز، يقدر ينجح مشروع العلوي الجديد ما بعد فرنسا هي ما ينجحش. تعرف لأنه محمد الخامس ما حكمش ياسر وغيب. الحسن الثاني قال واش عنده كامل، ومحمد السادس قال واش عنده كامل. دونك تسمحوا لي ندير تحقيق صح. اعطيني اسم باباك وجدك وجد جدك، اذكروا لي الشجره اللي انتم تعتمدوها، اللي انتم تقرون بها يعني، وخلوني نتبع من وراك ندير تحقيق. لقيتها موجوده في موقع الرسمي للملك، وموجوده وراه في الصور ساعات يعني يحطها في خلفيه شجره كبيره. هزيت هذوك الاسماء ودرت لا بيوغرافي تاع كل واحد، ولا السيره الذاتيه تاع كل واحد فيهم، شكون انت وشكون انت شكون انت شكون انت شكون انت. ولقيت انه كاين عمليتي تزوير في هذه الشجره ما يقبلها حتى واحد، بل انه حتى المراركه في حد ذاتها ما مش قابلين. وكي نقول لك المراركه نقصد لك مؤرخ من الطراز الرفيع للاسره العلويه، مؤرخ القصر والبلاط، قال نحن نحكي تاريخ المروك بصح النسب العلوي راني ما نتفقش معه. وذكرها في كتابه في سنة 1890 وكتبها ومات، وكتابه إلى اليوم يطبع. وهذه من باب خذ كتابك وكفى به عليك شهيدا. اسمه الناصري في كتابه الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى قال أنا أظن أنه الشخص هذا ماهوش ولد هذا. دونك معليش نخرجوا محمد دومير ووجهة نظر ونقروا غير واش قال الناصري، وماشي غير الناصري فقط، نقروا معليش نقروا واش قال الإفراني، لأنه الناصري 1890 الإفراني 1600 مع بداية الدولة العلوية. قال والعلويين هم فلان بن فلان بن فلان، ولو أنه هذا مستحيل يكون ابن هذا. يعني أعطى وجهة نظر كما هو مشاع في الشارع كيف شجرة، وقال أنه هذا ما يكونش ولد هذا. وهذا يتعلق الأمر بالضبط في الشخصية اللي يقولوا عليها مستحيل تتفق أبوتها، هو القاسم بن محمد النفس الزكية. فكاين واحد الشخص حجازي اسمه محمد النفس الزكية يقولوا أنه ما عندوش ولده القاسم. دونك هذا زوز كتب مؤرخين في زوز من مجال التاريخ ومن مجال الأنساب مراركة كاتبين هذا الشيء. دونك تقدر على عندك رد ترد عليهم هم. أنا ما دائما خليني ناقل فقط. خليني ناقل. مراركة هذوما في زوز منين جابوا استحالة أن يكون هذا ابن ذاك؟
جابوها من المصادر المتعلقة بالنسب التي كتبت في وقت محمد النفس الزكي، لأنه كاين عندنا تقريبا 1000 سنة على محمد النفس الزكي هذا. راهو محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل، عبد الله الكامل ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب. دونك رانا قراب، بالك الحفيد الثاني لعبد علي بن أبي طالب. هذا محمد النفس الزكية كذب عليه بأنه عنده ابن معين اسمه القاسم ومن سلالته جات. وسبحان الله، شوف اللي زور لهم هذه الشجرة كيف فضحوا ربي بأنه حط شخص الكتب المعاصرة ليه تنفي وجوده. وهذه درناها حلقة ونتحدى أي واحد. بالمناسبة لأهمية الموضوع عندهم وما قدروش يديروا ولا نشر لما يثبت هذا الشخص. الحلقة تاعي شافوها 700,000 واحد، منهم 500,000 في المروك. دونك تقدر تقول راني درت لهم تساؤل للشعب المغربي، مازالوا مستنيين السلطان تاعهم يرد ولا لا؟ فعلا. ولا المؤرخين تاعو. هذا الشيء. ولا انا عن نفسي ما نرضاش انه تطرح شبهه بالدرجه هذه وبالمصداقيه هذه وما تلقاش رد. لا كان دومير صادق قولوا لنا صادق، لكن كذب اعطيني دليل. زير تيوب، أول قناة إلكترونية